السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمران. الصراحة أنا اترددت كتير جدا قبل ما أعمل الفيديو ده، بس أنا بعمله نصيحة لوجه الله. بس أنا بيجيلي ناس كتير جدا على الفيسبوك وبيقولوا لي مثلا إن هم عاوزين يجوا الإمارات أو إن هم موجودين، وصراحة الناس دول الأفضل ليهم إن هم ما يجوش الإمارات دلوقتي الغير لما يكونوا مستعدين. الناس دول مين وإزاي إن هم يقدروا يستعدوا؟ ده اللي هقوله في فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وكوباية شاي وتعالى اسمعنا لغاية الآخر. وأول ناس الأفضل ليهم إن هم ما يجوش الإمارات الطلبة. كتير جدا بيبعتولي على الفيسبوك إن هم لسه طلبة وبيدرسوا بس عاوزين يجوا الإمارات يدوروا على شغل، أو إن هم مستعدين إن هم يجوا الإمارات، أو إن هم بيجهزوا فلوس يجوا الإمارات. وفي منهم بيكون موجود في الامارات ومش لاقي شغل وبيبعت لي ان انا ادور له على شركه، او ان انا اقول له لو في فيكنسي موجوده دلوقتي. الصراحه لو انت لسه طالب الافضل ليك ان انت ما تجيش الامارات غير لما تخلص دراستك. ومش بس ان انت تخلص دراستك، ان انت تاخد كورسات وان انت تكون مستعد لسوق العمل. دي خطوه مهمه جدا. طبعا انا مقدر ان في ناس بيبقى عندهم طموح، والشباب الصغير بيبقى عاوز ان هو يشتغل وعاوز يثبت نفسه، بس الافضل وانت في الفترة دي مسؤولياتك طبعا بتكون قليلة تاخد كورسات. والكورسات دي يعني مثلا انا كنت في جامعة القاهرة، كان الكورسات دي تقريبا مجانا. انت تقدر تاخد كورسات وتزود من مهاراتك، وممكن في الصيف ان انت تشتغل في بلدك، سواء ان انت في مصر او اي بلد انت موجود فيها، وبتقدر تزود من نفسك. واول ما تطلع لسوق العمل هتلاقي فيه فيكنسيز كتيرة جدا مستنياك، او هتقدر ان انت تشتغل بسهولة جدا. طبعا اهم حاجة طبعا او اهم مهارة اللي هي اللغات، ودلوقتي الانجليزي، وكمان في الماني بيطلبوا فيكنسيز كتيرة جدا بمرتبات كويسة. وتاني الناس الافضل اللي هم ما يجوش الامارات الغير لما يكونوا مستعدين، الناس اللي ما عندهمش خبرة. لو انت مثلا لسه حديث التخرج وما عندكش اي خبرة خالص، او ان انت عندك خبرة مثلا ضعيفة جدا او ان هي بسيطة. يعني مثلا في ناس كتير جدا بتبعت لي ان هو مثلا خريج كلية اداب عاوز ان هو يدور على شغل، وبسأله مثلا ايه خبراتك، يقول لي انا مثلا كنت واقف في بقالة مثلا، او كنت واقف في السوبر ماركت. دي مش خبرة ان هي تحطها في السي في بتاعك او تقوي السي في بتاعك، بحيث ان انت لما تيجي هنا تقدر ان انت تلاقي شغل بسهولة جدا. فالافضل ان انت تاخد خبرة في مجالك او المجال اللي انت عاوز تشتغل فيه، وان انت تكون مستعد. والخبرة دي لما تحطها في السي في، بمجرد ما بتبعت والاتش ار يشوف السي في يعرف ان انت فعلا مؤهل ان انت تشتغل في الامارات. وتالت ناس الافضل ليهم ان هم ما يجوش الامارات الغير لما يكونوا مستعدين. لو انت مثلا عندك خبرة ضعيفة جدا او ما عندكش خبرة في موضوع التكنولوجيا. واللي انا ما اقصدهوش هنا ان انت مش لازم تكون هاكر او لازم تكون جامد، لا، يكون عندك خبرة بسيطة ان انت تقدر تبعت ميل، تستقبل ميل، يكون عندك سي في. يعني مثلا انا قبل كده نزلت على الصفحة بتاعتي اوفرز، فلقيت ان في حد بيبعت لي بيقول لي انا عاوز ان انا اقدم، فقلت له تقدر تبعت ايميل على الايميل اللي موجود في الاعلان. فلقيته بيرد عليا بيقول لي ان انا ما عنديش ايميل. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ طبعا انا مستغرب ازاي يكون واحد موجود داخل الامارات، وهو فعلا كان موجود داخل الامارات وبيدور على شغل وهو ما عندوش ايميل. ده طبعا حاجه مش منطقيه. وفي حد برضه بعت لي وقال لي ان هو اشتغل كاستمر سيرفيس وسيلز واشتغل في اكتر من شغلانه. فقلت له في الشركه دي طالبه ناس تقدر تقدم عليها، هم كانوا طالبين كاستمر سيرفيس. فبص قال لي الصراحه انا ما بعرفش ابعت ايميل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فازاي مثلا ان انت موجود في الامارات وعاوز ان انت تلاقي شغل وانت ما بتعرفش تبعت ايميل او تستقبل ايميل او تبقى عارف حتى الميل فورمات؟ فده طبعا بيضاعف فرصك ان انت تلاقي شغل. وبرضه من المواقف اللي جات لي على البيج، في بنت كانت موجوده هنا في الامارات، كان بقالها 3 ايام وبتقول لي ان هي مش لاقيه شغل. فقلت لها خلاص في شركه دي طالبه ناس، ابعت السي في بتاعك على الايميل ده، وانت مثلا اكسبتد هيتصلوا بيك. فبصيت لقيتها بتقول لي لا انا ما عنديش سي في اصلا. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ فازاي حد جاي ان هو يدور على شغل وهو حتى ما عندوش سي في؟ يعني في ناس بتبقى فاكره الموضوع فهلوه، ان هو هينزل مثلا
سوبر ماركت او بقاله ويقول لهم انا عاوز اشتغل ومش والامور زي كده. لا، الدنيا هنا ما بتمشيش بالطريقه دي. ممكن ان انت تلاقي شغل كده، بس الاغلب ان انت يكون عندك CV وان يكون عندك ايميل وبتعرف تبعت ايميل وتستقبل ايميل. فالناس دي الافضل ان هي تتعلم الحاجات البسيطه دي، وعلى اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتيره جدا بتعلمك ازاي تبعت ايميل، ازاي ان انت تعمل CV احترافي، ازاي ان انت تقدر تخش انترفيو وتاكسبت فيه. فالموضوع بسيط جدا، بس انت محتاج ان انت تتعلم الحاجات دي قبل ما تيجي الامارات عشان ما تخسرش فلوسك. ورابع ناس الافضل ليهم ان هم ما يجوش الامارات غير لما يكونوا مستعدين هي موضوع اللغة. اللغة طبعا مهمة جدا جدا في الامارات، لان الاغلب هنا التعامل باللغة الانجليزية. يعني حتى لو عرب ما بينهم وبين بعض ممكن تلاقي ان انت بتتكلم مع واحد بالانجليزي وفي الاخر مثلا تلاقيه عربي. هنا الاغلب بيكون لغة انجليزية. مش شرط ان انت تكون جامد جدا في الانجليزي او ان انت تكون حد مثلا بروفيشنال او ان انت مثلا تكون فلوينت في الانجليش. لا، انت مستواك يكون متوسط او تحت المتوسط. وده طبعا حسب الشغلانه اللي انت بتقدم فيها. يعني مثلا لو حد هيقدم كسكيورتي مثلا مش مطلوب منه الانجليزي زي ما واحد مثلا هيشتغل كاستمر سيرفيس او هيشتغل سيلز. فهي بتفرق، بس لازم يكون عندك المبادئ بتاعه اللغه الانجليزي ان انت تقدر تتعامل مع الناس. يعني حتى السكيورتي بيتعامل مع الناس، مثلا هيتعامل مع ناس اجانب وناس عرب وناس مصريين، فلازم يكون يعرف يتكلم او يعرف يوضح مثلا جملة بالانجليزي او يعرف يوصل المعلومة بالانجليزي. وطبعا الموضوع ده يعني مش صعب، بس انت محتاج ان انت تقرص على نفسك شوية. طبعا اشهر قناة على اليوتيوب بتعلم انجليزي هي قناة ابراهيم عادل، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اخر الفيديو. قناة جميلة جدا. انت بس محتاج 3 شهور، يعني 3 شهور بس ادي نفسك شوية في الانجليزي وركز في القناة، هتلاقي الدنيا بقت كويسة جدا. يعني حتى لو انت سكيورتي او ان انت جاي تقدم في امن، يعني شهر، مش هقول لك شهر بس، افهم ازاي تعرف تكون جملة، افهم ازاي ان انت تعرف تقول للناس الاتجاهات بس. فموضوع بسيط ونقدر ان احنا نحسنه قبل ما نيجي الامارات. وخامس ناس الافضل ليهم ان هم ما يجوش الامارات الغير ما يكونوا مستعدين. هم مش هيكونوا مستعدين. بصوا، انا عارف اللي انا هقوله ده هيزعل ناس مني كتير جدا، وانا قبل كده نزلت في فيديو واتكلمت في البوينت دي، ولقيت ناس كتيرة جدا دخلت قالت لي انت احبطتني، وفي ناس قالت لي ربنا يسامحك، وشفت حاجات كتيرة جدا في الكومنتات. بس انا والله بقول ده لوجه الله. الناس دول اللي هم سنهم كبير شوية، ويعني طبعا انا عارف ان الموضوع ممكن يكون على ناس صعب جدا، بس انا والله بنصح لوجه الله. في الاول وفي الاخر القرار ده بتاعك انت. الناس سنهم كبير، يعني مثلا في ناس بتبعت لي مثلا عندهم 45 سنة و50 سنة وفوق ال 35 سنة وبيبعتوا لي انهم عاوزين يجوا. فانا بقول لهم يعني الموضوع بيكون مش مستحيل طبعا. انت ممكن تلاقي شغل لو حتى وانت سنك كبير. وانا والله واحد صاحبي يعني عدى ال 40 سنة وربنا كرمه بشغل، بس بيضاعف ان انت بتلاقي شغل. وخلي في علمكم ده مش بس في الامارات، يعني ده حتى في مصر او في اي بلد. اي فيكنسي او في فيكنسيز بتلاقيها، او في شركات بتطلب سن معين، يعني مثلا الحد الاقصى 30 الحد الاقصى 35. فده بيصعب، فده بيضاعف فرصك ان انت تلاقي شغل هنا سواء في بلدك او هنا. والموضوع زي ما قلت مش مستحيل. موضوع ان في ناس هنا بتيجي وسنها كبير وبتلاقي شغل، بس بيقلل من فرص العمل. فلو انت عاوز تاخد ريسك وانت سنك كبير، حتى لو عندك خبرة، اعرف ان الموضوع مش سهل بس مش صعب، وممكن تيجي تلاقي شغل، بس في نسبة ريسك عالية جدا. ولو حد في السن ده هيكون عنده أسرة وأولاد وهيكون عنده حياة، ان هو يغامر بمبلغ كبير ان هو مثلا يجي زيارة، دي انا من وجهة نظري شايفها ان لا، الافضل ان انت لو معاك المبلغ ده تعمل مشروع في بلدك، او ان انت خلاص بقى الدنيا مقفولة وعاوز تيجي تاخد ريسك. خلي بس عندك علم ان انت الموضوع مش هيكون سهل ان انت تلاقي شغل زي ما انت متخيل.
اتمنى ان انا اكون ساعدتكم في الفيديو ده. زي ما قلت ان انا بقول نصيحة لوجه الله، وفي الاول وفي الاخر القرار بتاعك انت. وخلي في علمكم في ناس من اللي انا قلتهم دول ممكن يجي ويبقى ضعيف في الانجليزي ويلاقي شغل، وحد سنه كبير يلاقي شغل، بس بيقلل من الفرص بتاعته. انت بقى لو وصلت لغاية هنا في الفيديو هتلاقي في حاجة تحت اسمها اشتراك. يعني دوس الاشتراك، اشترك لي كده عشان اعمل لك شوية فيديوهات. ولو تعرف حد جاي الامارات ابعت له الفيديو ده يمكن يستفاد منه. سلام.